موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 والقناة الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع. في البداية متابعينا الكرام ما تنسوش دعمونا بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا أمام الهلال في المباراة القوية التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. ويلعب الأهلي والهلال في المجموعة الثانية من مجموعات دور الأبطال ومعهم صن داونز بالإضافة إلى القطن الكاميروني. وتأجلت أولى مباريات الأهلي في دور المجموعات أمام القطن بسبب مشاركة المارد الأحمر في مونديال الأندية والذي حصل فيه على المركز الرابع. ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة لبداية مشواره نحو اللقب الغالي الذي خسره في النسخة الماضية أمام الوداد المغربي في المباراة النهائية، كما يهدف لمصالحة جماهيره بعد آخر خسارتين في كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد ثم فلامينغو. أما عن موعد المباراة، موعد مباراة الهلال والأهلي في الجولة الثانية هو اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 وسيقام اللقاء على استاد الهلال. وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 3 عصرا بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا والسودان ولبنان وليبيا، 4 عصرا بتوقيت السعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين واليمن، 5 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. أما عن القناة الناقلة للمباراة، تمتلك شبكة قنوات بين سبورتس حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبالتأكيد ستنقل مباراة الأهلي والهلال عبر شاشتها، وستذاع المباراة بالتحديد عبر قناة بين سبورت HD4. أما عن معلق المباراة، سيتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي. أما عن تشكيل الفريقين، التشكيل المتوقع للأهلي: من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع علي معلول، محمود متولي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، في خط الوسط اليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشع، في خط الهجوم أحمد عبد القادر، حسين الشحات، محمد شريفة. أما عن التشكيل المتوقع للهلال، من المتوقع أن يدخل المدرب فيلوران إبنجي المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى علي أبو 20، في خط الدفاع فارس عبد الله، محمد أحمد أرنق، محمد وطارة، مؤيد عبدينة، في خط الوسط السم المرغني، مجاهد فاروق، نصر الدين الشغيل، أبو عقل عبد الله، عيد مقدم، في خط الهجوم محمد عبد الرحمن. متابعينا الكرام، نحن في انتظار نتيجة توقعاتكم عن المباراة في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.